تعليق كابتن محمد أبو تريكة التاريخي على الظلم اللي بيتعرض ليك محمد صلاح لحصد الكرة الذهبية، والظلم الواضح والظلم البين، حيث علق تريكة تصريح قوي، تصريح ناري. والأول قبل التصريح كل اللي بيسمع كلام أبو تريكة يعمل لايك ويشير كلامه في كل مكان، حيث قال تريكة محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية، انصفوه ولو لمرة واحدة. طالب محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي المسؤولين عن جائزة الكرة الذهبية بضرورة منحها هذا العام لمحمد صلاح لاعب ليفربول وقائد منتخب مصر، تقديرا لمجهوده وإنجازاته خلال رحلته الكروية. وأكمل تريكة أعتقد وبصدق إن محمد صلاح بيستحق التتويج بالكرة الذهبية، إنه يستحق التتويج بعد كل ما قدمه للعالم، عالم كرة القدم. وأكمل تريكة لقد كان قدوة حسنة لجميع الشباب حول العالم، منحهم الأمل وكان فخر لبلاده، انصفوه ولو لمرة واحدة واجعلوه يحقق ذلك هذا العام، امنحوه ما يستحقه.